وفقا للمعايير 9001 و13001 وقانون المشاورات، كما انني فخور جدا بان اعلن هذه الجنونات ان هذه اول شهاده بهذه المعايير على الصعيد الوطني. وهذا فخر للجهه والسيد الرئيس والسيد الوزير. كما اننا وقفنا في المراجعه الميدانيه عده نقاط قويه وتشهد بقوه مجلس الشعب طنجه اخوان القسيمه على وجه الخصوص الجهود المبذوله من حيث الجهات البيئيه الترابيه، اولا القدره التنافسيه الاقتصاديه، التنميه الاجتماعيه، المشاريع الرقميه، والالتزام القوي للاداره واستجابه جميع الذين تم تدقيقهم في تنفيذ النظام الاداري المتكامل وديناميكيه التحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. السعداء بلقائكم، ولا ما كنشكر كل المنابر الاعلاميه اليوم معنا. فكما تبعتم اليوم كان هناك مجموعه من النقاط اللي تدرجت في جدول الاعمال ديال الدوره العاديه لشهر مارس، واللي كان هناك نقاش مهم ونقاش مستفيض. قبل ما يكون هذا النقاش داخل الدوره كان لابد كان هناك يعني في هذا الاسبوعين الاخيرين نقاشات سياسيه ونقاشات مثمره داخل اللجان. ومن هذا المنبر لابد مشكور كل جميع رؤساء اللجان وكذلك اعضاء وعضوات المجلس على المتابعه ديالهم والمتابعه ديالهم داخل اللجان، اللي كتعطينا افكار جديده لتجويد هذا المجلس بافكار نيره. فاليوم كنهضروا على الذكاء الجماعي. فالذكاء الجماعي كيجي من ديما من النقاش والتشاور مع جميع كل الفرقاء السياسيين وكل اعضاء وعضوات المجلس. فاهم النقاط وانا غنكون مقتضب معكم. اهم النقاط اللي جا بها اليوم المجلس هو حاولنا نخرجوا على تقريبا ديال 8 ديال المحاور. المحور الاول وهو مرتبط بالجاذبيه الترابيه لخلق التنميه والاندماج الاقتصادي كسبيل لتحقيق الاندماج الاجتماعي. المحور الثاني هو اللي جاء مرتبط بالتهيئه الحضريه وتجهيز العديد من المدن، واللي جاء خدا حيز كبير من النقاش، واللي يمكن نعرفوا بان الاشكاليات اللي كتعاني منها بعض الجماعات الترابيه ومجالس الاقليميه، فاليوم جا دور ديال المجلس لمواكبه هذه الجماعات الترابيه سورتو في المدن الثمانيه. كذلك محور مرتبط بالبيئه والمياه، سواء الحمايه من الفيضانات والحفاظ على الثروات المتنوعه. اليوم كنعرفوا بان الاشكاليات ديال الماء، فالحمد لله الجهه ديالنا بالاشكالات اللي كتعيشها الماء، ولكن عندنا واحد القفزه نوعيه والاشتغلات يعني بوتيره متسارعه في هذه السنتين. واليوم كان هناك يعني اتفاقيات اللي صدقنا عليها ما بين وزاره الداخليه ومجلس الجهه لما فوق على يعني 153 مليون ديال الدرهم حول يعني هذا تصفيه المياه اللي هما يكونوا متنقلين في جميع اقاليم ديال الجهه. المحور الرابع هو المصادقه على مشاريع الشراكات في اطارات متعدده، منها انجاز مشاريع مبرمجه. كذلك المحور الخامس وهو اساسي وهو مرتبط بمحاربه الهشاشه من خلال تجهيز بنيه تحتيه اساسيه ضمن اللي اليوم كنناديو بها هي العداله المجاليه والعيش الكريم ديال المواطنين. المحور السادس مرتبط بالتنميه الثقافيه والرياضيه والتاهيليه. فكما شفتوا حاولنا بكل حكمه، كان هناك اشارات قويه بان اليوم جبنا كل الاتفاقيات اللي كتبقى اللي وقعناها مع الاداره مع الشق الرياضي وبرمجناهم في هذه الدوره هذه. محور اخر وهو مرتبط بالحكمه والتدبير الاجهزه المرتبطه بالمجلس، وكذلك تاهيل الموارد البشريه. المحور الثاني مرتبط بالدبلوماسيه الموازيه، واللي يعني اتفاقيات عديد من البلدان والمنظمات الدوليه. في الاخير وماشي الاخير يعني بغيت نوقف وقفه اجلال واكرام لكل من ساهم اليوم. مجلس جهه طنجه تطوان الحسيمه يعني كان سباق واشار في البدايه، كنت اشرت في الكلمه ديالي. هو المجلس كيحصل على شهاده تدبير نظام مندمج، وهو مندمج ثلاث معايير ديال الجوده ايزو ديال 9001 وديال البيئه ايزو 14001
وكذلك السلامه يزو 45,000. واليوم كنقولوا بان الحمد لله هذا المجلس كان سباق على الصعيد الوطني باش يحصل على هاد الثلاث معايير ديال الجوده، واللي هي غتكون ان شاء الله الا هي غتكون ارساء ديال المبادئ ديال الحكمه والتدبير ديال شؤون المجلس، وغتعطينا واحد القفزه نوعيه في كل الملاحظات اللي كتجينا. واعتقد بان اليوم خصنا نحرصوا باش تبقى لنا هذا السيرتيفيكا، حيت كل سنه كخصنا يكون عندنا امتحان واش بالفعل نحترم هذه المعايير ديال الشهادات او لا ما تكونش عندنا. فاعتقد بان اليوم احنا حريصين داخل المكتب وداخل المجلس والاداره كذلك باش نبقاو يعني عند حسن ظن هذه النخب وعند حسن ظن السفينه ديال الجهه، باش نكونوا يعني نحافظوا على هذا الشواهد ديال اللي اليوم احسناها هي 3 شواهد. فمبروك للجميع من ساهم بنجاح هذا الامتحان هذا. شكرا لكم.